طيب، شنو هي القراءة اللي يمكن نديرو للمقابلة ديال الوداد؟ أول شيء الفريق تأهل لنصف النهائي، وهذا شيء هذا مكسب، ولكن واش غادي يخلينا حنا كمتتبعين نقتنعوا بأنه الفريق غادي في المسار الصحيح وبأنه من المرشحين الأقوياء للظفر باللقب؟ هذا تساؤل. نرجعوا للمقابلة ومن بعد نرجعوا ندير واحد الخلاصة. نرجعوا للمقابلة. حتى شي واحد ما غيقول لي لا كنا عارفين المقابله غتكون بهذا الشكل، عارفين المقابله غتكون صعيبه، ولكن كنا تنامنوا بانه العرض اللي قدم الفريق ديال سيمبا كان تيبان بانه فريق طموح وبانه عنده رغبه، ولكن ماشي ذاك الفريق اللي غيمكن ليه ياثر. وكنا تنتخيلوا، وهنا ندخلوا شويه ديال العاطفه، حيت العاطفه تتلعب في هذه المباريات هذه. كنت تخيلوا بان الوداد بالشكل اللي تنعرفوا حنا عليه الوداد غادي ياخذ المقابله وغيسيطر عليها وغادي يهزم الفريق ديال سيمبا. كنا تنقولوا 3 4، ما كانش شي واحد اللي ما كانش يقول هذا الرقم، وانا منهم كنت نقول بانه الفريق ديال الوداد. ولكن اللي بان البارح بانه الفريق ديال سيمبا كان عنده واحد الطموح، واحد الرغبه، وكان واحد التحدي، كانه داير مقابله ديال العمر، ونجح على مستوى الدفاع. صحيح انه على المستوى ديال بناء العمليات وخلق ديال الفرص ديال التسجيل ما كان حتى شي حاجه، ولكن كان تيبين بانه فريق يعني مشاكس، كانت عنده رغبه، كان عنده طموح، كان عنده يعني كانهم دايرينها اللحظه اللي ممكن انه يوصلوا لنصف النهايه اللي عمرهم ما يحلموا بها. نرجعوا للفريق ديالنا. الفريق ديالنا انا صراحه شفت الوداد، بغيت نفهم الطريقه باش لعبات، شي الخطه. يعني الخطه اللي تنعرف انا هي انه كاين واحد المنهج تيبنيه المدرب بناء على الخصم، كيفاش غادي نفكوا يعني هاد الشفره الدفاعيه، الجهه اليمنى، الجهه اليسرى، الوسط. لقيت بانه كل لاعب كان تيقلب على الحل ديالو، واحد باغي يراوغ، واحد باغي تميره طويله، واحد باغي كل وشنو باغي يدير. هذا اللي بان ليا. هاد المقابله كلها كانوا فيها الكرات ديال سامو، الوحده اللي تسجلات وجوج اللي ضاعوا، ودار اللي عليه، لان الكره مرها في الجهه اليسرى ديال الحارس خرجها الحارس، الكره بالراس خرجها. الحسوني جوج ديال الكواري في الشوط الثاني ما عندهم يدير لهم، وحده بالراس ضربات في الراس ديال واحد اللاعب وخرجات الكره. داك الروبريز مشى عالي. من غير هذا الشيء شنو كان الناس كانت تجري باغا توصل للمرمى، ولكن الطريقه الله اعلم. العملود ما لعب شيء، ما عرف شيء، واش كما تنقول اون بيز دو فورم، واش عيان، واش لانه بن عياده حسبت له. بغيت نقول بانه على الاقل العملود حتى في اسوء الحالات ديالو تيطلع على الاقل واحد 6 7 ديال المرات كل شوط، وتيدير واحد 6 و7 ديال التميرات الا ما سجلش بالراس. بن عياده تنقلب عليه شناهي الطلعه اللي طلع في الشوط الاول دار فيها تميرات ولا وحده، علما بان حنا في الميدان ديالنا، بعلم بانه حنا خاصنا نربحوا المقابله، علما بانه خاصنا نكون رابحين ب2-0 وخايفين اللي ترجع لنا هدف. فما كانش، انا ماشي ضد بن عياده، ولكن تنقول ودي بانه في الدار البيضاء خصك واحد المدافع اللي يعاون، لانه حتى لا بوهره ولا بو سفيان خاص واحد الوقت انهم نلقاوهم في داخل منطقه الجزاء، ما يبقاوش مخبين في الشرط. ثانيا ندير واحد الملاحظه على النجم، لانه دخل عنده واحد الكفاءه يعني ديال انه مراوغ، ولكن باقي ما تفهمت ليش هاد اللعابه اللي عندهم هذا الامكانيه ديال المراوغه، ولكن في الفكر ديالو تيقول يا ربي يطيحوني. لعب الكره، خليه يطيحك، الا ما طيحكش نوض عاود جري الكره. هذا الفهم ديال الكره ديالنا، لانه حنا غنوصلوا لمنطقه الجزاء وتيمشي الذهن ديالنا عند المدافع واش غيطيحني ولا ما يطيحنيش. انا رجاء اللعابه ديال المغاربه كاملين يمشيو بهذا المنطق. لعب الكره، الا انت مراوغ غيطيحوك. هاد راه تضيعوا على راسكم واحد 60 70% من الامكانيات. يعني انه حتى داك التدخل اللي غيكون تيدخل داك المدافع تلقى السبب على انك انت يعني ما كنتيش جاد في المراوغه، بحيث انك تتسهل عليه الامور باش ياخذ ديك الكره. على كل حال، هادو بعض الملاحظات غير بين قوسين هاد ديال نجم. عندك كفاءات، راوغ، الا طيحوك نوض، ولكن ما تمشيش انت في الفكر ديالك انا غادي نمشي وراني تنتسنى شي واحد يدير رجلو. لا ماشي بهذه المنطقه هكايا. راه حنا في منافسات ديال عصبه الابطال وفي منافسات من المستوى العالي، خاص اللعاب يكون تيلعب الكره. اللي مراوغ غادي يطيحوك، لانه هادو اللي تيتراوغوا تيطيحوا الشيء كله تيديروا هادشي تنقول انا.
تيلعب الكره، ما تيفكرش بانه، لانه التفكير ديال الانسان ما خصوش يفكر في جوج ديال الحاجات في خطره واحده. انا باغي نضرب وتنتسنى يطيحني، راه ما غندير حتى وحده مزيانه. اذا ولهذا اي لاعب بغى يلعب الكره يمشي يراوغ، ما يقلبش على واش غيطيحوك ولا ما يطيحوكش. الا راوغتي غادي يطيحك وانتهى الامر. اذا باش نرجع للمقابله، صراحه التدبير ديالها تكتيكيين ما بان ليش، حيت ما حسيتش بداك الوداد اللي تنعرف انا، ما حسيتش بالوداد. دابا حنا مقبلين على نصف النهايه، خصها مزيان الامور تصلح على مستوى وسط الميدان. ما كاينش داك السرعه في العمليات، اللعبه يمكن نقول بثلاثه ثقال، يعني ماشي ما صالحينش، يمكن يكون صالح واحد، ثلاثه بنفس الاسلوب راه ما عندها حتى شي معنى. خص واحد يكمل الاخر، واحد يكون تيمرر كوالي ما كاين حتى مشكل، ولكن خاص داك النجاعه، خاص داك الخفه في الحركه. هذوك الناس ديال سيمبا ديال زامبيا لعابه تيتحركوا، وحنا محتاجين اللاعبين اللي تيلعبوا الكره في وسط الميدان ويحاولوا يقلبوا على داك الثغره في الوسط. شنو هي الكره يدوزها حنا في وسط الميدان؟ محتاج شي وحده. ولهذا فالاسلوب ديال فريق الوداد اللي تعتمد عليه الجهه اليمنى الجهه اليسرى الا كانوا ناقصين، راه تنقص امكانيات كبيره من فريق الوداد. الان تخطينا ربع النهايه بصعوبه بشق الانفس. الجمهور الدلي عليه تيبقى للمدرب انه خصو يشوف يعاود كيفاش يرتب الامور. وتظهر ليا الوقت صعيب على انك دير تغييرات في البناء ديال الفريق. دابا حنا خصنا نديرو التغيير فيما هو ممكن، لانه باش غنجيب لاعبين جداد، او بمعنى لاعبين جداد بانه اللاعبين اللي ما تيلعبوش رسميين وغنقول لهم خذوا الرسميه في نصف النهايه غادي صعيبه. اذا خاص التدبير ديال هاد اللاعبين وفق الاسلوب اللي قدو يديروا. الاسلوب اللي غادي يديروا هو الكره السهله. الكره السهله هي من وسط الميدان. الكره السهله هي انك تعتمد على لاعبين اللي عندهم تجربه على مستوى كظهير ايمن وظهير ايسر. ف صعيب نبقى ندير شي قراءات وانا تنشوف بحال هاد الامور بحال ولات محدوده عندنا، غنبقاو نتسناو حنا صامبول كره عاليين. الا كان هذا هو البدء نبنيو الفريق ديالنا على هذا الاساس. على كل حال مبروك الوداد، تحلت نصف النهايه، ولكن بقي تنتظرهم عمل للوصول الى كاس عصبه الابطال.